مجدا للرب لأننا بنلتقي كل مرة بفكرة جديدة وبنحمل في قلوبنا كلام جديد لكل واحد من حضراتكم. النهاردة أنا جاي معاكم نتكلم عن قناع جديد، وإحنا برنامجنا زي ما أنتم عارفين اسمه برنامج وجوه وأقنعة. فإحنا جايين نتكلم عن قناع جديد هو موجود ولابسينه عدد كبير جدا من المحيطين بينا. ما تستغربش وأنا بكلمك على الأقنعة، لأنه الحقيقة أكتر صورة موجودة حوالينا هي الصورة المزيفة. دائما الحقيقي أقل من المزيف. صحيح طالما في مزيف مش معناه إنه مفيش حقيقي، لأنه دايما المزيف هو تقليد للحقيقي. بس للأسف كثرة التزييف جعلت وكثرة الأقنعة جعلت الحقيقي شكله بيندثر، شكله نادر الوجود. عشان كده النهاردة أنا جاي أكلمك في قناع تاني غريب قوي. مال السوق، مال سوق الخدمة، مال سوق الحياة بشكل عام، مال سوق البيوت والأسر. قناع اسمه قناع الأمانة. وتخيل معايا انه ناس كتير قوي بيلبسوا أقنعة الأمانة لكنهم في الحقيقة مش أمناء أصلا. ومش الناس دول بعيد عننا، دول اللي حوالينا ومحيطين بينا. وعشان كده أنا عايز أراجع معاك شخصية كتابية كانت من الشخصيات اللي لابسة قناع الأمانة، وهتحتار قوي وانت بتكتشف وبتقرأ عن الشخصية دي معايا. الشخصية دي احنا لما بنتكلم عنه دايما بنتكلم عنه الخاين، بس هو الحقيقة خيانته كانت خيانة أمانة. فالكتاب يكلمنا عن شخصية يهوذا الإسخريوطي. الشخص ده اللي ما كانش أمين، ما كانش أمين في علاقته مع سيده، ما كانش أمين في علاقته مع الله. يعني ايه شخص غير أمين؟ يعني ازاي يبقى الواحد مش أمين؟ معناها ان الواحد بيبقى عنده رغبة ان يحصل على حاجة مش بتاعته، عايز ياخد حاجة هو ما يملكهاش. عشان كده عدم الأمانة هو دائما البحث وراء أشياء أنا ما املكهاش، أنا ماليش سلطان عليها، بس أنا حريص على إني تكون معي. ممكن تبقى دي أشياء، وممكن تبقى أموال، وممكن تبقى أشخاص. يعني ممكن أكون أنا عايز أحصل على أشياء عند الآخرين، أو أشخاص لهم علاقة بالآخرين، أو أموال أنا مش بملكها. اللي عمله يهوذا كان رغم إنه من اسمه نعرف إنه هو معنى اسمه حمد وتسبيح، وإنه ما كانش الوحيد من تلاميذ الرب يسوع، كان في واحد تاني اسمه يهوذا. بس مع ذلك يهوذا ده وصف بالإسخريوطي، ومعنى كلمة إسخريوطي ليها عدة معاني، بس واحد من المعاني الأغلب والأشهر هو معنى الهجام أو الحرامي أو اللص أو اللي بيحاول ياخد شيء لا يملكه. خدوا بالكم عن يهوذا إن يهوذا ده اتعلم من صغره في المجامع اللي قالوا الكتاب في خروج 20:15 وصية ربنا اللي اتكلم بيها من السماء وقال لا تسرق. ربنا قال ما تسرقش، بس تخيل معايا إنه دي الوصية اللي اتربى عليها يهوذا، ومع ذلك كبر وفي دماغه قصة عدم السرقة دي مجرد معلومة، عدم الأمانة مجرد معلومة. الحقيقة إيه؟ إن هو ما كانش أمين. الحقيقة إن هو كان بيعمل أي حاجة تجيب له اللي هو عايزه، تشبع رغباته وتجيب له اللي هو عايزه، يحصل على ما لا يستحقه، على ما ليس له عليه سلطان بيحصل عليه. عمل إيه يهوذا؟ في وقت من الأوقات الرب يسوع وهو بيتحرك مع مجموعة كبيرة من الناس، مع تلاميذه ومع أصدقاء محيطين بيه، فكان بيحتاج في تحركاته إنه يبقى عندهم خزين، عندهم أموال يقدروا يتحركوا بيها، يركبوا دواب، يشتروا أكل، أي شيء يبقى معاهم مصروف للجماعة يعني. وقرروا يعملوا صندوق، وفكر الرب إنه يحط واحد على الصندوق ده يكون أمين للصندوق. ركز، يكون إيه؟ أمين للصندوق. فحط أمين للصندوق يهوذا. لكن الكتاب المقدس يذكر عنه، يقول عنه يوحنا كده كلام مهم قوي، يقول عنه ان يوحنا كان سارقا للصندوق، كان حرامي للصندوق. بانت قوي دوافعه دي وبانت تصرفاته امتى؟ لما جت في يوم من الايام مريم اخت العازر جت عند قدمي يسوع، وجابت قارورة ناردين طيب كثيرة الثمن، وجت عند قدمي يسوع وكسرتها ومسحت بيه شعر راسه ودلقتها على رجله. غضب جدا يهوذا، قال اللي بيحصل ده ايه؟ التبذير ده ايه؟ الاسراف في الاموال اللي المفروض تقدم بطريقة صحيحة. المفروض ان الفلوس دي ما تروحش غير لاخوة الرب،
ما تروحش غير للخدمه. فالمفروض ان الفلوس دي ما نبعترهاش كده، ده احنا لازم نبقى حريصين على الفلوس. اسمع، ده راجل بيقول كلام امين جدا. هو في حد كده أأمن من كده؟ راجل بيدور على المليم مش عايز يضيعه، بس مع ذلك هو ما كانش بيعمل كده لأنه أمين على أموال الخدمة، ما كان بيعمل كده لأن يوحنا يوصف ويقول عنه لأنه كان سارقا للصندوق. ربنا قال ليهوذا ما تزعجش مريم وسيبك من اللي بتعمله وسيب الموضوع معايا أنا. هو كان تعبان جدا، لكن اكتشف انه معنى انه بدأ يبان وبدأ ريحته تظهر. قرر يهوذا الاسخريوطي ان يتحصل على ما يريده مع انه لا يملكه باي طريقه. فقرر يعمل ايه؟ قرر يخون سيده، قرر يبيع يسوع. فراح لرؤساء الكهنه وقال لهم ماذا تعطوني من اموال حتى ابيع لكم يسوع؟ انا مستعد ان انا اضحي بالراجل ده طالما هيمنع عني الخير اللي جاي، رغم ان انا قدام الناس الامين، الامين يهوذا. فلو اي حد بيقول فين امين الصندوق، فين ايه امين الصندوق، يبقى مين؟ يبقى يهوذا. لكن انا مستعد. وبالفعل قبض 30 من الفضه واعطاهم لمين؟ واعطاهم اخذهم من الفريسيين والكتبه ورؤساء الكهنه عشان يقدم بالنيابه عنهم يسوع. تخيل بقى، وده اللي انا عايز اقف معاك فيه. تخيل لما يبقى انسان ما عندوش امانه، وعدم الامانه اللي جواه تستدعيه انه يبيع اي حاجه، يبيع كرامته، يبيع شرفه، يبيع صدقه، يبيع علاقاته، يبيع اقرب المقربين اليه. عدم الامانه تعطي فرصه لكل شيء يكون مباح، فيلاقي الواحد نفسه عايش بشكل مش طبيعي، يبيع اي حاجه عشان اي حاجه. بص بقى، هحتار معاك واقرا وافكر معاك بصوت عالي. هو يهوذا ده من مين؟ من ال 12 تلميذ. اختيار مين؟ اختيار الرب يسوع، اختيار السماء. يعني الرب يسوع اختار يهوذا واحد من ال 12. معقول يا رب انت مختار يهوذا واحد من ال 12 ومش عارف انه مش هيكون مش امين؟ ده موجود وموجود اساسي ورئيسي في الاختيارات، وبقى واحد من الرسل اللي بيتحركوا مع الرب يسوع في كل جولاته وكل تحركاته. اقول لك على حاجه ادهى، من اكتر الناس اللي عنده معرفه باسرار يسوع لانه من المقربين، فكل ما يدور في الكواليس عند يهوذا الغير امين اللي لقبه الامين. طب ده اللي بيحصل لوسطينا؟ يو كم كنيسة فيها يهوذا، وكم مجمع في يهوذا، وكم خدمة فيها مئات يهوذا، وكم بيت في يهوذا. فبقت الخيانة في شكل عدم الأمانة متوفرة في حياة ناس كتير قوي. تخيل معايا الرب لما قرر يوصف الموضوع ده، قال وهو بيتكلم في يوحنا 13، بيكلم التلاميذ عند يوم غسل الأرجل، فقال لهم ايه؟ قال لهم كلكم طاهرون، أنتم طاهرون ولكن ليس كلكم. ليه يا رب؟ قال لأنه عرف مسلمه، فهو عرف ان في واحد مش طاهر، في واحد في الموضوع مش طاهر. الشخص ده اللي مش طاهر موجود وسط الجماعة. بأمانة عايز اوقفك عند حتة مهمة قوي. كم واحد ينفع يتقال عليه اللفظ ده في الدايرة بتاعت حياتك؟ كم واحد ينفع تقول عنه انه ده مش من ضمن الطاهرين؟ وخد بالك ده كان وصف الرب يسوع ليه. واحد من المقربين، واحد من اقرب الناس ليك. يا ترى ده بنشوفه كتير في كنايسنا؟ يا ترى ده متاح قدامنا؟ الحقيقة الحقيقة عدم الامانة او قناع الامانة المزيف، ومن يحملون الاقنعة المزيفة بقوا كثيرين. بيبيع ويشتري في الخدمة، اللي يدفع اكتر يديله اكتر، اللي يخدم معاه اكتر يديله اكتر. هو حريص على المكسب. هتديني كام؟ ما ينزلش زيارة غير لما يكون مستني التقدمة، ولو ما جاتش التقدمة زي ما هو عايز ما يروحش الزيارة دي تاني. ما يروحش يعمل اي نوع من انواع الخدمات او يفتح الباب لاي حد غير لما يبقى السؤال بتاعه ايه العائد، ايه اللي هربحه من ورا اللي انا هعمله. لازم يبقى كل حاجة من وراها مصلحة. بس انا امين، بس مفيش مشكلة ان انا ادور على
يعني البهاريز اللي هتطلع، الفلوس اللي هتطلع، ايه المشكله يعني؟ وانا عايز اقول لك ان دول كتار قوي. بص، في معلومه مهمه قوي، ما كانش الناس اللي حوالين يهوذا مدركين ان يهوذا خاين، لدرجه ان الرب يسوع المسيح لما وقف وقال للتلاميذ كده في اليوم الاخير من العشاء الاخير، وقال انه في واحد منكم سيسلمني، التلاميذ كلهم شكوا في بعض وشكوا في انفسهم. مين اللي هيسلم؟ لدرجه ان هم بصوا ليوحنا وقالوا له ايه؟ قالوا له لو سمحت يا يوحنا، لو سمحت خبط كده على صدر يسوع وقول له مين انت تقصد، مين هيعمل معاك كده. وكانت الحقيقه انه الرب نفسه مرضيش يكشفه قدامهم، لكن كل اللي عمله الرب قال الذي يغمس يده معي في الصفحه هو الذي سيسلمني، او الذي ياخذ من يد اللقمه هو يسلمني. ده اللي عمله الرب، راح على طول ادى ليهوذا اللقمه، واول ما اداله اللقمه يهوذا اخذ اللقمه من هنا، ويقول الكتاب فدخله الشيطان. عارف امتى بيبان يتخلع قناع الامانه؟ في وقت معين. اسالك سؤال، احنا معتادين على تعبير كتابي موجود في كلمه الله بس احنا بنقوله بشكل دارج، ان الانسان الامين ما بيخونش العيش والملح. فالناس تقول لك ايه؟ ده احنا بينا عيش وملح، ده احنا بينا عيش وملح. انا معاك ان بيننا وبينك عيش وملح. يهوذا كان بياخد من ايد يسوع العيش والملح، ومع ذلك دخلوا الشيطان في لحظه العيش والملح. وما كانتش اول مره ياكل عيش وملح، ما كانتش اول مره يقعد يتغدى ولا يتعشى ولا يفطر مع يسوع، بس مع ذلك يقول الكتاب فدخل الشيطان قلبه. عمل ايه؟ رب راح على طول بص له قال له ايه؟ اذهب افعل ما تنوي ان تفعله باقصى سرعه. التلاميذ اللي قاعدين ظنوا ان يهوذا رايح يشتري حاجات لاخوه الرب عشان توزيع العيد، هم ما يعرفوش ان يهوذا رايح يتمم مشيئة الله. الخونة حوالينا كتار لابسين أقنعة أمانة، عايشين صورة الأمانة كل يوم. النهاردة أنا كلمتك عن أمين يبيع أي حاجة، هديك عندي تفاصيل أخرى عن قناع الأمانة، هتكلم معاك فيها في الحلقات اللي جاية، بأكد فيها إن الأمانة شكل من أشكال الحياة اللي النهاردة بقت بتزيف بطريقة غير طبيعية. ربنا يساعدنا عشان ناخد بالنا من أقنعة الأمانة، ونفكر هو أنا أمين ولا مش أمين، وراجع نفسي عشان أقف قدام ربنا وأعرف أقدم حساب عما أفعل بكل راحة. ربنا يبارككم، انتظروني في حلقة قادمة من وجوه وأقنعة. الرب معاكم.